مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ مجنات، ورجعت لكم بفيديو جديد طريقة عمل كيكة البرتقال بمقادير بسيطة وسهلة ومتوفرة بكل بيت. وهنا مثل ما تشوفون أخذت قطعة من عندها، تشوفوها شلون هشة كلش وشلون اسفنجية، وطبعا طعمها كلش طيب وريحتها بعد أطيب. يلا خلينا نشوف المقادير وطريقة العمل. بالبداية راح اخذ برتقالة وابرشها بهذا الشكل، احتاج منها ملعقة طعام فقط. هنا أنا عندي 4 بياضات بدرجة حرارة الغرفة، راح اضيف عليهم كوب واحد من السكر. تحبون تضيفوه بالتدريج وتخلطون، تحبون تضيفوه دفعة واحدة، يعني بالتالي احنا راح نسويه بالخلاط الكهربائي ينطينا نتيجة افضل، واللي يحب يسوي بالخلاط هذا اليدوي نفس الشي بس يراد شوية خلط اسرع. هسه هنا أنا من بعد ما خلطته راح اضيف الفانيلا اضيفها دائما ويا البيض حتى تمنع من عندنا الزفرة وتنطي نكهة كلش طيبة. مثل ما قلت لكم راح اخلط بالخلاط الكهربائي بهذا الشكل، وراح اضيف المواد السائلة بالتدريج. هنا أنا عندي نص كوب زيت راح اضيفه واخلط شوية، وراح اضيف كوب قياسي عصير برتقال، وهنا أنا ملعقة طعام برش البرتقال. هنا أنا إذا تلاحظون صار لون الخليط فاتح، أفتح من الأول. هسه هنا أنا راح أضيف الطحين راح أضيف كوبين قياسي بهذا الشكل، ما أخليه أمليه مثل الشكل الهرمي ولا أخليه أقل، كوبين بالضبط ممسوح حتى تنطيني نتيجة حلوة. أكرر مرة ثانية، تقدرون تستعملون خلاط يدوي بس يحتاج أكثر خلط. هنا أنا هسه أنا راح أضيف بالأخير البيكنج باودر. المقدار اللي ضفته هو كيس واحد أو ظرف واحد من البيكنج باودر. هنا راح أخلط كل الزين، وشوفوا الفقاعات اللي صارت هاي تنطيني هشاشة كل الزينة. وهذا القالب دهنته من كل الجوانب بالزيت، وراح أضيف مثل ما تلاحظون وتشوفون انه اكو مسافة، ما اخلي القالب امليه كله، لازم اخلي مسافة حتى من تنشوي لان راح ترتفع شوية. باع الفقاعات اللي بيها جبت عودة خشبية وراح اسويها بهذا الشكل حتى يطلع سطحها كلش حلو ويطلع منها كل الهواء. خليتها على فرن درجة حرارته 180 طبعا محمي مسبق، وبقت عندي تقريبا 20 دقيقة أو أقل بدقائق من 20 دقيقة. طريقة كلش حلوة وطعمها طيب وسريعة بالشوي، وهذا يكون شكلها النهائي. هسه راح أقطعها وراح تشوفون شكلها وهشاشتها كلش حلوة. هنا أنا قطعتها بهذا الشكل، أخذت قطعة واحدة دا أراويكم شلون اسفنجية وهشة، لأنه تبين بالصورة حتى من تاكلوها تنطيكم طعم كلش طيب وهشة كلش ما تعجن على المعدة. شوفوا شلون أضغط عليها ترجع نفسها، وهذا يكون شكلها. أتمنى تجربوها وتستفادون من الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات. ألتقيكم بوصفة جديدة وفيديو جديد، واترككم في أمان الله.